البنت دي بتشد الفستان بتاعها وبتنزله وبتفتح تليفون واحد واقف وبتفتح الكاميرا وبتصور نفسها وبتحط الصوره على خلفيه التليفون وبتمشي بسرعه. بعد كده لما كان قاعد مع مراته بيحتفلوا بعيد ميلادها، البنت بتروح له بتقول له مين دي؟ انت بتخوني؟ ومراته بتقول له مين دي؟ وبيقول لها انا مش عارف مين دي، انا اول مره اشوفها. وبتعمل نفسها بتعيط وبتقول له بطل كده، بتقول انك ما تعرفنيش. وبتاخد كمان تليفونه وبتوريها صورتها وبتقول لها لو هو ما يعرفنيش حاطط صورتي ازاي على تليفونه. ومراته بتقول له يا خاين وبتمشي. وبيجي وراها بيقول لها انا بجد ما اعرفش مين دي، وبرده مش بتصدقه وبتضربه بالقلم وبتمشي. وبروح للبنت وبيزعق معاها وبيقول لها انت مين وايه اللي جاب صورتك على تليفوني. واول ما بيدخل جوز البنت بتشد الولد وبتبوسه وجوزها بيزعل الولد وبيقول انت بتبوس مراتي. وبيقول له لا مراتك هي اللي بستني. وهو بيتكلم البنت بتوري له الضربات اللي على جسمها وبيعرف انها بتستنجد بيه وده بيضربها. وبيقول لها الصراحه مراتك جامده قوي وبيتعصب وبيروح يضربه، بس الولد بيلف وبيمسكه من دراعه وبيطلع ان ده ظابط وبيقول لها اتصل بالبوليس. وبعد شويه بيجي البوليس وبيقبض عليه والبنت بتكون قاعده وبتعيط لانها مش مصدقه انها اخيرا اتحررت. وبيقول انت كنت عارف اني ظابط؟ وبتقول له الصراحه عملت كده عشان تنقذني. وبيقول لها يعني عشان تنقذي حياتك تبوظي حياتي انا؟ انت كنت ممكن تدخلي تقولي على اللي حصل من غير المشاكل دي. بعد كده بيروحوا على البيت وبيلاقي مراته بتلم الهدوم وماشيه والبنت بتوقفها وبتقول لها صدقيني جوزك ده من اكتر الشخصيات المحترمه وانا اصلا ما اعرفوش، بس عملت كده عشان انقذني من جوزي لان دايما بيضربني وبيعذب فيا، وبعد ما بتعرف الحقيقه بيرجعوا لبعض.